أهلا بيكم في فيديو جديد. ولو أنت داخل علشان تبدأ تكسب أول $100 من على الإنترنت فصدقني أنت في المكان الصح. قبل ما نبدأ، لو أنت مهتم بالربح من الإنترنت وتطوير حياتك، اشترك في القناة علشان الفيديو ده هيغير طريقة تفكيرك تماما ويمكن يكون أول خطوة حقيقية في طريق نجاحك. الفكرة مش صعبة زي ما ناس كتير متخيلة، بس محتاجة طريقة صح وإصرار. وإحنا هنا النهاردة هنفهمك الموضوع خطوة بخطوة من غير لفس ولا دوران، لحد ما تعمل أول $100 وتقدر تكررها وتوصل ل1000 و10,000 كمان. الفكرة الأساسية: ليه أول $100 هي الأصعب؟ الحقيقة إن كسب أول $100 هو أصعب من إنك تكسب 1000. ليه؟ لأن أول $100 بتكسر جواك حاجز نفسي. أول ما تشوف الفلوس داخلة لحسابك، عقلك اللاواعي بيتأكد إن الموضوع حقيقي، وساعتها تكرار النجاح بيبقى أسهل بكتير. والطريقة الأسهل والأضمن للبداية هي إنك تبيع منتجات ناس تانية مقابل عمولة، واللي بنسميه التسويق بالعمولة Affiliate Marketing. مفيش مخاطرة، مش محتاج تبني منتج، كل اللي عليك إنك تروج لمنتج موجود بالفعل. خطوتك الأولى: تدخل عالم كليك بانك. كليك بانك من أشهر المواقع اللي بتعرض منتجات رقمية تقدر تكسب منها عمولات عالية. بتسجل فيه ببساطة، بتختار اسم مستخدم، وده الاسم اللي هيظهر في اللينك اللي هتكسب منه. بس خد بالك، الاسم ده ما بيتغيرش بعد كده، وكمان لازم يكون شكله محترم لأن العميل هيشوفه. إزاي تختار المنتج الصح؟ 1. روح للماركت بليس. ادخل على قسم ماركت بليس، هتلاقي منتجات في كل المجالات: صحة، فلوس، رياضة، سيلف هيلب، كل حاجة. ادخل على الأرقام. 2. بص على الأرقام المهمة. عندك شوية مؤشرات مهمين لازم تبص عليهم قبل ما تختار المنتج. داش سيل، متوسط اللي هتكسبه من كل عملية بيع. بيرسنت سيل، النسبة اللي بتاخدها عمولة، وغالبا بتكون بين 50% و 75%. جرافيتي، ودي أهم واحدة، بتبين كام مسوق قدر يبيع المنتج الفترة اللي فاتت. اختار منتج الجرافيتي بتاعه فوق 60 أو 70، ومع ذلك مش لازم المنتج يكون الأكثر ازدحاما، المهم يكون طلبه عالي. 3. ادخل اقرأ صفحة المبيعات. لازم تبص على صفحة البيع أو بيتش بيج. هل شكلها محترف؟ هل بتقنعك؟ لأنك لو أنت نفسك مش مقتنع، العميل اللي جاي من عندك مش هيقتنع. الخطوة اللي بعد كده: تعمل الهوب لينك. الهوب لينك ده اللينك السحري اللي كليك بانك بيعرف من خلاله إن العميل جالك أنت. تعمله من زرار Create Hop Link، وتضيف اسمك plus Tracking ID لو عايز تعرف المبيعات جات منين. وبعد كده اللينك ده هتحطه في موقعك أو في مقالتك أو في وصف الفيديو، ومهم جدا تحطه فوق وفي النص وفي الآخر علشان يبقى سهل الوصول ليه. تسويق المنتج. إزاي تجيب زوار؟ 1. إنشاء موقع بسيط لعمل ريفيو. الطريقة الأقوى إنك تعمل موقع أو لاندنج بيج بتراجع فيها المنتج، مش بتبيعه بشكل مباشر. الناس بتحب تقرأ رأي حد قبل ما تشتري. وممكن تكتب مراجعة شخصية تحكي فيها مشكلة كانت عندك واتحلت بسبب المنتج، بس من غير مبالغة. ولو المنتج فيه عيب بسيط اذكره، ده بيخلي كلامك صادق. 2. مقارنة بين أكتر من منتج. ممكن تعمل صفحة تقارن فيها بين 3 منتجات وتحط اللينك بتاع كل واحد، ساعتها هتكسب سواء العميل اشترى رقم 1 أو رقم 2. إزاي تجيب زيارات؟ 1. جوجل آدز. الإعلانات فعالة جدا، بس محتاجة تعلم شوية وصبر وميزانية صغيرة. قبل ما تعمل حملة خلي موقعك فيه كذا صفحة مش صفحة واحدة، علشان جوجل ما يعتبروش موقع ضعيف. 2. كتابة مقالات Article Marketing. طريقة مجانية ولكن محتاجة تعب. تكتب مقالات مفيدة 300-600 كلمة وتنشرها على مواقع المقالات، وتحط في آخر المقال لينك لموقعك. 3. المنتديات. خش منتديات ليها علاقة بالمنتج، ساعد الناس، جاوب على مشاكلهم، وحط لينك في التوقيع، بس بلاش تبقى سبام، اتكلم بفايدة حقيقية. 4. تقارير مجانية Viral Reports. اكتب ملف PDF صغير بعنوان جذاب زي أفضل 5 طرق لخسارة الوزن، وابعت فيه اللينك بتاعك وسيبه ينتشر. الخاتمة. لو مشيت على الخطوات دي، أول $100 هتجيلك، ومش هتصدق قد إيه الموضوع سهل لما تكسر أول حاجز. ما تستناش الفرصة،
ابدأ من النهاردة، ولو لسه ما اشتركتش اشترك في القناة علشان يوصلك كل فيديو جديد، لأننا لسه هننزل شروحات تفصيلية هتضاعف دخلك أونلاين.